كحقوقيون وخبراء في القانون في مدى شرعية إحالة قضايا قتل وجرح الثورة التونسية على المحكمة العسكرية بدلا من القضاء المدني. واعتبر مشاركون في ندوة نظمتها جمعية عائلات الشهداء ومصابي الثورة في العاصمة التونسية، اعتبروا أن القضاء العسكري لا يوفر الضمانات الكافية لأهالي القتلى والمصابين، متهمين القضاء العسكري بانتزاع صلاحيات القضاء العادي. من جهتهم استنكر أهالي القتلى والمصابين الحاضرون تأخر محاكمة المتورطين في إراقة دماء أبنائهم، وطلبوا بتطبيق العدالة في أقرب وقت ممكن. ليش من أول المحكمة ابتدائية ولت عسكرية؟ ليش؟ أنا والله كيف والله بالنسبة لي اللي ظهر حق ولدي هو معناتها فايز على فما حق في الدنيا. مش شنو اللي عملتوا لنا؟ ناخذ قصاص بروحي، عندي عائلة ورايا، في إمكانياتي ناخذ قصاص بروحي، أما هذا شكون بيه؟ المشكلة نتاعنا نحن المصابين والشهداء ولا ما لقينا حتى حد شكون متلفتان على عائلة الشهداء، ما لقينا حتى شكون معناتها متلفتان، شكون مدنا المساعدة، ما